السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوم جديد على يوميات محمد وإيه؟ النهارده يا جماعة عاملين يعني هنخرج رحلة كويسة كده، أو هنخرج طبعا هنجيب هي المتطلبات خروجة بتاعنا عادية يا جماعة. اليومية. نجيب متطلبات ناقصة في البيت يعني، فهنخرج سوا احنا الأربعة نجيب المتطلبات دي، وقلنا طبعا انتوا تشاركونا أجواءنا وتشاركونا الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. بس ما تنسوش تشجعونا بلايك بلايكات الفيديو واشتراك في القناة وكومنتات عشان أكتر. يوصلكم كل جديد. وفي الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة احنا هنشوفه مع بعض. النهارده هنعمل مفاجأة يعني جميلة جدا ايه بمناسبة المفاجأة؟ هتشوفها تحت. ماشي. بمناسبة المولود الجديد يا جماعة، طبعا أول انا مرة كنت أعرف موعدها والله قدامكم ان هي المفاجأة طبعا دي. بمناسبة المولود الجديد طبعا هيعمل لها مفاجأة يعني كبيرة، ودي اللي هتشوفها معايا النهارده في الفيديو بتاعنا النهارده. تابعونا ويلا بينا. يلا يا جماعة. ايه رايك؟ طبعا يا جماعة دي المفاجأة اللي انا كنت عاملها الآن. هي كانت مفكرة طبعا اللي احنا هنروح هناخد توك توك، انما هي نزلت دلوقتي اتفاجئت ان انا طبعا جبت لها، كنت موعدة ان انا هجيب لها عربية جديدة بمناسبة المولود الجديد. وادي العربية يا جماعة. ده جميلة والله. افتحها بقى عشان نشوف. لا بقى تشوفها من جوه. لا جامدة. انا كده مع بس قاعد كده اول كده بس وقصتن. ايه رايك في المفاجأة؟ جميلة والله. ها؟ جميلة. عجبك ولا اجيب لك التوك توك؟ عجبك ولا اجيب لك التوك توك؟ جميلة والله. عندك مراية تتمر فيها والدنيا حلوة، وعندك الكاسيت تاتش اهو. فتحة سقف. رايك يا عمر؟ حلوة. رايك يا كوكو؟ اي خدمة يا عم. لا جامد. انت معانا موجود؟ يا محمد. مسا على احلى اصحاب واحلى اخوات في الدنيا. اضغطوا لايك. ما تنسوش بقى يا كريم بقى اضغطوا لايك وفعلوا زر طلع لكم الجرس من تحت عشان يوصلكم كل الكرسي. جديد. من تحت الكرسي يقول لكم اضغطوا لايك. ما تزعلوش كريم بقى واضغطوا له لايكات كتير كده، وعايزين الفيديو دول نتفجر لايكات عشان خاطر كوكو وعمر، وعشان خاطر النون الصغير. طب انت ايه رايك في المفاجأة؟ بصراحة والله العظيم ما كنتش اعرف ان هو يعني ليه عربية بصراحة. هو ايه المفاجأة؟ بس انا ما كنتش متخيلة يعني للدرجة دي. اي خدمة. 50% 99% الفصحى والعامية احنا مسرح سيما دايما لينا تيجي تلاقينا مش ازاي جوه وفوق في التحكيمة في التقسيمة نخش معاهم بحر من بلدينا ونسينا ولسانا من غير ما نقول لك اسامينا اسأل عنا احنا احسن. انا جاي امسك ومش ماشي الليلة مش عايز حد اشوفه يكون مكشر السعادة اللي بايع حد يقول له متظبط مزاجي الدنيا حلوة عايزة حد يقول لي صعبي رقصوني يابا فرحوني يابا رقصوني فرحوني الليلة دي أحلى ليلة الليلة
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep. طبعا هنا يا جماعة وصلنا السوق زي ما انتم شايفين، وآية دلوقتي بتتسوق وبتجيب لنا الجزر وبتجيب لنا الحاجات طبعا اللي احنا مستلزمات البيت كله زي ما احنا شايفين كده. وده طبعا السوق، سوق الخضار، سوق كبير طبعا. عمر وكريم هنا واقفين يعني كلنا منتظرينها تخلص تتسوق، لان اليوم بتاعها ده بيبقى يوم طويل. اما بتروح بقى وتخش السوق كده بقى فبتفرح بقى، بتنطلق بقى، بتبقى عايزة تجيب كل الحاجات اللي هي عايزاها اهو. طبعا هنا بتجيب لنا البطاطس. طبعا احنا كل كام يوم كده بنروح نتسوق، بتجيب مستلزمات البيت والحاجة اللي هي طبعا بتنقص عندها بتجيبها اول باول. وهنا طبعا بتجيب الليمون زي ما انتم شايفين. كريم طبعا هنا بيصبح عليكم، بيقول لكم اضغطوا لايك. قاعد طبعا جنب اخوه الصغير زي ما انتم شايفين. وادي عمر بيصبح عليكم بردك، وآية واقفة بعيد هناك هي بتشتري لنا طبعا الفاصوليا الخضراء والخضار كله بردك. ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا طبعا احنا سوقنا وخلصنا عشان كنا راكنين العربية بعيد، فاضطرينا ان احنا ناخد توك توك عشان طبعا الشيل كانت تقيلة علينا. فانا جبت برضك الحاجات اللي هي اللي كانت تلزمني برضك اشتريتها. وطبعا احنا ماشيين بالتوك توك زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل لحد العربية، لان احنا راكنينها في حتة بعيد، لان جوه طبعا زي ما انتم شفتوا كده الحتة زحمة وما ينفعش نركن هناك. كده ما عادش ناقص لك الا اللحمة. نجيب بقى احنا ماشيين. هنا بقى يا جماعة في طريقنا للعودة بتاعتنا وطريقنا طبعا لرجوعنا للبيت. هنوصل طبعا البيت ونفرجكم بقى على كل حاجة آية اشتريتها. يبقى احنا كده قضينا معاكم يومنا النهاردة وخروجتنا النهاردة. وطبعا زي ما احنا شفنا في بداية الفيديو دي طبعا أول خروجة لآية بالعربية، ودي كانت المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لها. هي كانت فاكرة إن احنا هناخد توك توك، وطبعا لحد ما نوصل نروح السوق. لكن طبعا دي كان المفاجأة بتاعتها النهاردة. طبعا أنا كنت موعدها بالمفاجأة اللي أنا عامل لها مفاجأة بمناسبة المولود الجديد. أتمنى طبعا يعني المفاجأة دي تكون عجبتها وتكون عجبتكم كمان. ما تنسوش بقى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وانتظرونا بقى أول ما نوصل البيت هنفرجكم نشوف آية اشترت لنا إيه. احنا جبناها. ده فول سوداني اهو، وده المخرمشات دي بتتحمر في الزيت كده بتبقى جميله، بتبقى برده في التسالي حلوه. عندي كريم وعمر بصراحه بيحبوها جامد. احنا كنا جايبين سوداني في العيد بس خلص، محمد بيحبه هو قليل. وده ليمون ما شاء الله، ليمون رخص على فكره يا جماعه، بقى ب 20 جنيه، كان الاول ب 30 رخص عشان مش هضحك عليكم. والطماطم اهي، طماطم جميله ب 10 برده بس جميله بصراحه. جبت بقى 3 كيلو عشان يبقوا عندي يعني فاضل يفضل كده بدل لما ايه كل شويه اروح اجيب. وده خيار 8 جنيه برضه عشان انتوا عارفين الاسعار، محدش يضحك عليكم. انا عايزين ان انا ما اضحكش عليا، يعني محدش يضحك عليكم عشان ما اضحكش عليا. وده جزر بس جميل والله، الجزر ب 10 جنيه. وده بطاطس برضه جميله. انت ما جبتيش كيس اللحمة؟ اللحمه اهي معايا جبتها. لا مش بتاع شنطة عمر. البطاطس اهي ب8 ب8. ودي الفاصوليا خضراء مع اللحمه بقى بتبقى جميله. ودي ايه مش عارفه. دي باميه بقى. الباميه ب50 جنيه طبعا، جبت نص كيلو 25 بس جميله منها، يعني لسه طالعه جديده فلازم تبقى غاليه شويه. نجيب بقى اللحمه بقى مش هيشوفوها بقى، اللحمه بقى ما عارفين سعرها، كل بلد لها سعر في اللحمه يعني مش شرط.
كل بلد بيبقى سعر اللحمه بتاعها. دي اللحمه اهي، بس طبعا كل بلد سعر اللحمه فيها مش شكل يعني التاني. احنا عندنا 270 برضو، مش عارفه بقى عندكم بكام. كل بلد اصل كنا في اسكندريه كانت غاليه بقى، كانت معديه 300 جنيه، فكل بلد لها سعر مش شرط يعني. دي بقى الحاجه اللي انا جبتها بصراحه كانت ناقصاني. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، بس ما تنسوش طبعا تشجعونا بلايكات كتير وكومنتات اكتر، وتقولوا لنا رايكم في التعليقات كمان في الحاجه اللي انا جبتها، وقولوا لي بقى الاسعار عندكم عامله ايه. تعرفين بقى الحاجه غاليه الايام دي، نقول الاسعار عامله ايه عندكم. ونشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.